السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. والنهارده انا جاي اشرح لكم اللعبة دي. اللعبة لسه نازلة من كام يوم، وطبعا هسيب لك رابط اللعبة في صندوق الوصف فول تعليق مثبت، وعلى قناة على التليجرام لو انت مش مشترك في قناة على التليجرام، لان انا بنزل عليها كل حاجة اول باول. طبعا هسيب لك رابط قناة على التليجرام في صندوق الوصف، اول ما تضغط عليه هيدخلك على قناة على التليجرام تبدأ تشترك فيها، لان في شغل بيجي لي بنزله على قناة التليجرام. وطبعا في شغل دلوقتي متاح على قناة على التليجرام، لو دخلت هتلاقي موجود شغل. لو اشتغلت الشغل دوت هتبدأ انك تكسب فلوس، وانا اللي بستلم منك الشغل وبديك الفلوس بنفسي. وطبعا يا صديقي علشان ما اطولش عليك اكتر من كده في المقدمه، يلا بينا نخش في شرح اللعبه بتاعتنا على طول. نخش في الموضوع على طول. وطبعا يا صديقي بعد ما بتثبت اللعبه من الرابط اللي انا سابه لك في صندوق الوصف فول تعليق مثبت على قناه على التليجرام، هيبدا يظهر لك تسجيل دخول. تبدا انك تسجل تسجيل دخول بحسابك على الفيسبوك او بحسابك على جوجل، اي طريقه انت ترتاح لها. تمام. وبعد ما تسجل تسجيل دخول هيظهر لك الواجهه دي، والنهارده انا جاي اشرح لك كل حاجه في الواجهه دي. اول حاجه يا صديقي قبل ما اشرح لك اي زرار من الزراير اللي موجوده دي، عايزين نعرف ايه هي اللعبه اصلا. بص يا صديقي، علشان تعرف ايه هي اللعبه في حاجه اسمها بدء اللي هي باللون الاصفر. بعدين يا صديقي بيظهر لك الواجهه اللي هي موجوده قدامك دي، وبيظهر لك شويه كائنات اهوت، سواء كانوا طيور او حيوانات او الحاجات دي. بص يا صديقي، عندك هنا في تحت اهوت في 7 مربعات، تبدا تجمع في ال7 مربعات دول. في كل 3 مربعات بتجمع 3 اشكال شبه بعض. يعني مثلا في المربع الاول انا جمعت بطه زي كده، ببدا اجمع من البطه دي كمان 2. يعني مثلا اضغط على دي كده بقوا 2 شبه بعض، لو ضغطنا على واحده كمان شبههم هيبدا ان هو يكسبني. يعني مثلا زي كده اهوت بدأت ان اكسب، والتلاتة راحوا وفي 3 كمان بينزلوا لك. وطبعا خلي بالك من حاجة برضو، ان عندك هنا في عد تنازلي. العد التنازلي ده اول ما بيخلص بيبدأ انك تخلص المرحلة دي. وطبعا الهدف منك انك تجمع النقاط اللي هم 234 نقطة زي اللي موجودين قدامك دول. تبدأ تجمع النقاط دي، لو قدرت انك تجمعهم قبل ما الوقت دي يخلص انت بتبقى كسبت المرحلة. لما جمعتهمش قبل ما الوقت يخلص انت كده خسرت المرحلة. وطبعا في حاجة كمان عايز اقول لك عليها، اللي هم ال4 ايقونات اللي موجودين تحت دول. اول الايقونه اللي هي جامعه، لو ضغطنا عليها زي كده بيقول لك احصل عليها مجانا. لو ضغطنا عليها طبعا بيظهر لي اعلان بيقول لك اكمل اول نوعين من العنصر تلقائي في شرط التجميع. تمام. بيقول لك يعني يجمع لك اول مجموعتين اللي هم المربعين اللي فاضلين دول، اللي فاضيين دول بيجمع لك فيهم شكلين. تمام. طبعا لو ضغطت على كلمه احصل مجانا فبيظهر اعلان، وطبعا انا مش عايز اسمع اعلانات علشان ما اطولش عليك في الشرح اللعبه. تمام. وطبعا انا هضغط على علامه الاكس اللي موجوده دي واخش على الزرار اللي بعده اللي هو اسمه تجاهل. لو ضغطنا عليه برضو بيقول لك ازاله جميع العناصر من الشرط التجميعي، يعني من ال7 مربعات اللي موجودين تحت دول بيبدا انه يزيل لك كل التجمعات اللي انت جمعتهم دول. تمام. لو ضغطنا برضه على احصل مجانا هيظهر لي اعلان، وانا مش عايز اسمع الاعلان زي ما قلت لك. هنضغط على علامه الاكس دي كده. وتالت حاجه اللي هي اسمها التجميد، لو ضغطنا عليها برضه هنا بيقول لك تجميد العد التنازلي لمده 60 ثانيه. يعني ايه؟ يعني لو ضغطت على كلمه احصل عليه مجانا فبيظهر لك اعلان، وبعد ما بتسمع الاعلان بيبدا يعمل لك العد التنازلي اللي انا لسه قايل لك عليه اللي هو العد التنازلي دوت، بيبدا يجمده لك لمده 30 ثانيه. بالنسبه بقى للزرار اللي بعد كده اللي اسمه هزل، لو ضغطنا عليه زي كده بص بيبدا يهز لك الحيوانات دي، بيهزها بس ببلاش، يعني ما بتسمعش اي اعلانات. بيبدا يهزها، يعني مثلا في كائن لسه انت عايز تنزل كائن من فوق فبتضغط عليه بيبدا يهزها بيسيب مسافه فوق، ففي كائن بيتحدف تاني او حيوان بيتحدف تاني، فبتبدا بقى انك تجمع. وهي دي كانت اللعبه اصلا. تمام. وانا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده هضغط على علامه السهم اللي موجوده فوق دي، وبعدين هعمل على الصفحه الرئيسيه علشان ابدا اشرح لك كل الايقونات اللي موجوده. وطبعا انت موجود عندك 3 زراير بس، منهم زرارين هنعوزهم والزرار الثالث مش هنعوزه. تمام. انا هقول لك ايه الزراير اللي احنا هنعوزها وايه الزراير اللي احنا مش هنعوزها. اول زرار عندك اللي هو اسمه الدعوه، من خلال الزرار ده انت تقدر تكسب فلوس والشخص اللي انت دعيته يكسب فلوس. يعني ازاي الكلام ده يا امير؟ يعني لو ضغطت على كلمه دعوه الاصدقاء فبيبدا يظهر لك رابط الدعوه زي اللي موجود ده كده، تبدا انت تنسخه زي كده وتبعته لاي صديق انت عايزه ينزل اللعبه ويبدا هو يلعب. صديقك اول ما بيبدا ينزل اللعبه من الرابط اللي انت بعته له ويبدا ينفذ القواعد اللي موجوده دي. ايه هي القواعد دي؟ بيقول لك اذا صديقك يسجل الدخول باستخدام الفيسبوك بتبدا انت تكسب 70 من العمله الذهبيه زي ما موجود قدامك. والتاني قاعده برضو اجمالي الاموال الذهبيه لاصدقائك، يعني مثلا صديقك جمع اموال ذهبيه 350 بتبدا انت تكسب اموال ذهبيه برضو بس 120. وبتبدا ان صديقك طبعا كده كده هينفذ القواعد دي وهو بيلعب. تمام. طب ازاي بقى
صديقك بيبدا انه يكسب الفلوس من خلال انك دعيته. بص يا صديقي، اول لو صديقك دخل من خلال الرابط بتاعك اللي انت باعته له، هو كده كده الفلوس هيستلمها على طول، يعني مش هيحتاج انك تاخد منه كود دعوه والحاجات دي، تمام. اما بقى لو صديقك ما نزلش من الرابط اللي انت بعته له، تبعت له حاجه اسمها كود الدعوه. كود الدعوه انت بتنسخه زي كده وبتبدا تبعته له، واول ما بيعمل تسجيل دخول بيظهر له خانه اسمها كود الدعوه، بيبدا يدخل كود الدعوه دي ويستلم الهديه بتاعته على طول. وبكده اكون شرحت لك مهمه دعوه الاصدقاء والزرار بتاع دعوه الاصدقاء. هنضغط على السهم اللي موجود ده علشان اكمل شرح. طبعا تاني زرار هبدا اشرحه لك اللي هو المهام. الزرار ده اللي هو موجود في المهام اليوميه، واول مهمه عندك اسمها شاهد اعلانات. يعني ايه شاهد اعلانات؟ اللي هو المهمه دي اصلا انت اول ما بتضغط على كلمه ذهاب للاكمال بيبدا يظهر لك اعلان، فبتسمع الاعلان وكده انت نفذت اول مهمه من المهمه هي الاولى دي. طبعا انت بتشاهد اعلانين علشان تخلص المهمه. لو ضغطت على كلمه اذهاب للاكمال طبعا انت بتشاهد اعلان، كده انت خلصت اول نص المهمه يعتبر، وبعدين بتنتظر 30 ثانيه وبعدين بتضغط تاني، فبتبدا انك تنفذ المهمه كامله. يعني انت كنت نفذت نص المهمه فبتبدا تنفذ المهمه كامله. تاني بقى مهمه اللي هي التسجيل اليومي، يعني كل ما بتسجل كل يوم كل ما بتخش وتبدا انك تستلم المهمه دي، تمام. بتعمل استلام على طول، فكده انت استلمتها بدون ما تنفذ اي مهام. طبعا المهمه اللي بعد كده اللي هي اسمها اكمل 2 العاب مصغره. يعني ايه اللعبه دي؟ لو ضغطنا على كلمه اذهب للاكمال فطبعا بيظهر لك واجهه بتنتظر في الواجهه دي زي ما هو قايل لك اهوت، تنتظر لمده 60 ثانيه، وبعد ما بتنتظر لمده 60 ثانيه بيبدا انه يظهر لك زرار اسمه زرار رجوع فوق. يعني مثلا زي كده ابدا المهمه، بيبدا انه يظهر لك واجهه زي دي، بتبدا انت تنتظر لمده 60 ثانيه في الواجهه دي، وبعدين بتضغط على السهم اللي موجود فوق ده كده. وطبعا انت بعد ما بتنتظر لمده 60 ثانيه طبعا اللي هنا اللي هي السهم اللي موجود هنا ده بيكمل، بيكون باللون الاصفر. اول ما بيكمل كده انت خلصت. هو بيقول لك اضغط للربح المكافاه خلال 60 ثانيه زي ما موجود قدامك اهو. وطبعا انت لو كملت المهمه دي زي ما موجود برده قدامك بتاخد 20 من العمله الذهبيه. طبعا انا مش هعمل متابعه، هعمل تخطي عن المهمه علشان ابدا اشرح لك في المهام اللي بعد كده. نخش على المهام تاني. تالت مهمة بقى اللي هي اكمل 300 عمليات دمج، اللي هي مثلا بتدمج زي ما انا قلت لك كده. يعني انت بتلعب اللعبة وبتبدأ تدمج الحيوانات. يعني طبعا انا دمجت 16، المفروض انك تدمج 300 حيوان، تمام. طبعا انا دمجت 16 بس. وبعد كده المهمة اللي بعد كده اللي هي المتصل لمدة 30 دقيقة. يعني ايه؟ بدنك تلعب اللعبة، يعني انت مشغل اللعبة لمدة 30 دقيقة بس، تمام. اول ما بتشغل اللعبة لمدة 30 دقيقة هي طبعا المهمة دي بتتنفذ على طول. طبعا انا فاتح اللعبة بقالي 30 دقيقة فهعمل استلام، وبكده اكون نفذت مهمتين بس، تمام. وبتبدا انك تنفذ المهام دي وبتبدا تكسب فلوس من خلال المهام دي اللي هي من العمله الذهبيه. وبعدين هنضغط على السهم ده علشان ابدا اكمل لك شرح. طبعا الزرار اللي بعده اللي هو اسمه اللعبه المصغره، الزرار ده هو نفس المهمه اللي هي بيقول لك انتظر لمده 60 ثانيه، يعني ما تلعبهاش عادي برضو مش مهمه يعني. ادام نفذتها في المهام اليوميه كده خلاص. وطبعا يا صديقي بكده اكون شرحت لك كل الزراير اللي موجوده. دلوقتي بقى نخش على العمل اللي موجوده في اللعبه. طبعا انت عندك العمله الذهبيه والعمله الخضراء. اول حاجه نضغط على العمله الذهبيه فيظهر لك الواجهه دي معنى ايه الواجهه دي؟ بص يا صديقي، بيقول لك ال 990 من العمله الذهبيه بيساوي 18 جنيه من العمله الخضراء. طبعا العمله اللي انت تقدر تسحبها هي العمله الخضراء، فانت بتحول العمله الذهبيه للعمله الخضراء زي ما موجود قدامك. يعني هنا بيقول لك 990 من العمله الذهبيه بيساوي 18 جنيه من العمله الخضراء، تمام، اللي هم 18 جنيه بالمعنى الاصح. طبعا انا معايا 827 يعني مش مكمل 990. وطبعا برده في هنا بيقول لك جمع 19009 من 10 يعني 20000 وهتاخد 370 جنيه من العمله الخضراء. طبعا انا مش هعرف اجمع ده كله، فلما اجمع يعني هبقى اعمل لك فيديو اثبات سحب. وبعدين هنضغط على السهم ده، ودلوقتي هنخش ونشوف ايه هي العمله الخضراء. هنضغط عليها. طبعا بعد ما بتحول الفلوس من العمله الذهبيه للعمله الخضراء تخش على العمله الخضراء بيبدا يظهر لك كل هوت. الحد الادنى بتبدا تسحب 5 جنيه، والحد الاقصى 1500 جنيه، يعني 5 جنيه 500 جنيه 800 جنيه 1000 1000 ونص اللي هم 1500 كي يعني 1000، تمام. وطبعا دلوقتي عايزين نخش ونشوف ايه هي طرق السحب اللي موجوده. لو ضغطنا على كلمه اضافه حساب، لو ضغطنا عليها زي كده وبعدين هضغط على كلمه اضافه حساب جديد. طبعا طرق السحب الموجوده هي فودافون وميزه. طبعا ميزه دي تقدر تسحب من عليها اي رقم، يعني مثلا فودافون، اتصالات، اورنج، اي رقم عادي. طبعا لا انا معايا فودافون فاضغط على فودافون زي كده، وبعدين هنا بيقول لك ادخل رقم الحساب، وتاني خانه بيقول لك ادخل اسم، اي اسم عامه مش لازم اسم صاحب المحفظه. وبعدين بتعمل الارسال بعد ما بتدخل المعلومات بتاعتك. اهم حاجه تتاكد من
الرقم اللي انت مدخله ان يكون الرقم بتاعك الصحيح عشان ما تبعتش الفلوس لاي شخص تاني. وبعدين هنضغط على علامه الاكس كده ونضغط على علامه الاكس، وبعدين هنضغط على السهم ده كده. وبكده اكون شرحت لك كل اللعبه بقى، وده كان نهايه الفيديو. ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات، وتدعي لاخواتنا في كل مكان، وبالتوفيق للجميع. سلام.